خطوبة معاذ أخو أنس وأسامة مروة. امبارح أسامة مروة شارك المتابعين إنه رايح مع أهله على كندا بشي بخص معاذ أخوه، وإنه شيرين ما راح تكون معه بهاي السفرة، بس راح تكون في السفرة الجاية. يعني واضح موضوع رايحين يطلبوا إيد البنت، والسفرة الجاية راح تكون حفلة أو كتب كتاب. راح أحط لكم أول شي كلام أسامة، خلينا نسمعه سوا. اليوم عندي سفرة لكندا، سفرة بتخص أخوي معاذ. أوكي، أنا طالع لحالي، وإن شاء الله مو هاي السفرة الثانية حتكون معي شيرين كمان، إشي بخص أخوي معاذ. بس هلأ أنا وإخواني الباقيين حنكون في كندا لسفرة بخص معاذ. بس والله شو أخباركم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا تمام. في ناس فكروا انه الموضوع بخص شيرين وحملة واعلان الحمل، بس لا، لانه هو اساسا اسامة حكى انه الشي بخص اخوه معاذ. وحتى يمان وانس مروة وامه وابوه كلهم سافروا وطلعوا على كندا، واول واحد وصل هو يمان واستقبل عائلته بهاي الطريقة. يا هلا والله، 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 هلا 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 بجيبها، انا هلا بجيبها. يا عمي هالابتسامة ما شفناها من بابا من زمان. الحمد لله على السلامة. love you. وصل الغالي يا امو، وصل الغالي. شو هالنظارات وشو هالحركات. يا هلا يا هلا يا هلا، تعال تعال من هون. وهاي صورة جماعية بتجمع العيلة كلها، وطبعا أكيد 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 بنحكي لهم ألف مبروك للعريس معاذ، إنسان جدا محترم وخلوق ودين مثل ما احنا شفناه على السوشيال ميديا، طلع بمحتوى كتير حلو. فأكيد متأكدة منه إنه مستحيل يطلع مرته على السوشيال ميديا، هيك بحس، لأنه إنسان ببين إنه إنسان دين وما عنده هذا الشيء. فبالنهاية بنبارك للعرسان، ألف مبروك يا رب. ولا تنسوا حبايبي تكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوة، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد أنا بنزله بالقناة. وبحبكم كتير كتير، وبشوفكم فيديو جديد وخبر جديد من هون لوقت. بقولكم سلام، بأمان الله وحفظه.